ليه العالم كله مستني افتتاح مجرد متحف؟ وليه بيتقال عليه أعظم حدث ثقافي في القرن الواحد والعشرين؟ القصة دي مش عن متحف وبس، دي عن مصر وهي بتحكي حكايتها من جديد. من آلاف السنين كانت الحضارة بتتبني على ضفة النهر بحجارة وزنها أطنان، وبإيدين ناس أمنت إن اللي بيعملوه مش لزمانهم بس لكن للتاريخ كله. النهاردة وبعد أكتر من 7000 سنة الحضارة دي رجعت تحكي حكايتها من جديد، بس المرة دي مش على جدران المعابد ولا جوه مقابر الملوك، المرة دي بتحكيها في أكبر متحف في العالم كله، المتحف المصري الكبير. متحف مش مجرد مكان للآثار، ده مشروع بيتقال عليه أعظم حدث ثقافي في القرن الواحد والعشرين. تفتكر ليه؟ علشان ببساطة هو أول مرة التاريخ يتقدم للعالم بشكل يليق بعظمة مصر القديمة. الحكاية بدأت في التسعينات لما جت الفكرة إن لازم يبقى عندنا متحف جديد يضم كل كنوزنا اللي بتتوزع هنا وهناك، وفي سنة 2002 الدولة قررت تبدأ الحلم فعلا، واتحط حجر الأساس في موقع أسطوري بيطل على الأهرامات كأن الماضي نفسه بيبص على المستقبل. لكن لحظة، اللي حصل بعد كده كان أعظم من مجرد مشروع إنشاء. مصر أعلنت مسابقة عالمية لأفضل تصميم للمتحف تحت رعاية اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، وشاركت فيها مئات الشركات من كل حتة في العالم، لحد ما التصميم الفايز جه من أيرلندا. والتصميم كان عبقري فعلا، مبني على فكرة إن أشعة الشمس اللي بتمتد من قمم الأهرامات الثلاثة تتجمع في نقطة واحدة، وهي دي كتلة المتحف نفسه. يعني ببساطة المتحف بيكمل شكل الأهرامات، كأن الحضارة القديمة سلمت الشعلة للحضارة الحديثة. من أول لحظة بدأ فيها الحلم مصر ما كانتش لوحدها، العالم كله كان بيتفرج، لكن في دولة قررت إنها تدخل الحكاية دي بإيديها وعلمها، اليابان. أيوة زي ما سمعت كده، اليابان، البلد اللي اتبنت بعد الحرب من الصفر، اللي بتحط العلم فوق كل حاجة. اليابان قالت احنا عايزين نشارك في بناء المتحف اللي هيحكي قصة أول حضارة في التاريخ، ومن هنا بدأ تعاون علمي وثقافي من أرقى ما يكون. اليابان ما قدمتش فلوس وخلاص، قدمت خبرة وتكنولوجيا وصبر علمي على أعلى مستوى، لدرجة إن مشروع ترميم مراكب الملك خوفو اللي اتنقلت قطعة قطعة واترممت في المتحف الكبير بيتقال عليه إنه إنجاز علمي عالمي. الدكتور زاهي حواس قالها بنفسه، ده مش متحف وبس، ده عمل علمي جبار. لكن اللي مخلي العالم كله مستني الافتتاح مش بس المبنى ولا التصميم ولا التكنولوجيا، لكن اللي جواه. لأول مرة في التاريخ هتتعرض المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، الملك اللي العالم كله لحد النهارده بيحاول يفهم أسراره. 5398 قطعة كلهم خارجين من نفس المقبرة، لكن المرة دي هيتشافوا بطريقة مختلفة تماما، مش هيبقى مجرد عرض أثري، دي تجربة هتشوف فيها القطع كأنها بتحكي لك بنفسها، من أول النعش الذهبي لحد العصا اللي كان بيمشي بيها، كل قطعة ليها حكاية وهتحكي لنا عليها. ودكتور زاهي حواس قالها بوضوح، المتحف الكبير هيخلي العالم يشوف توت عنخ آمون لأول مرة زي ما كان في مقبرته يوم اكتشافه. أنا عايزك بس تتخيل اللحظة دي، أنت واقف قدام كنوز عمرها 3000 سنة معروضة بشكل يخليك تحس كأنك داخل الزمن، رجعت للعصر اللي مصر كانت فيه مركز الكون. ومن أول يوم كان واضح إن المتحف المصري الكبير مش معمول عشان نحط فيه آثار وخلاص، الفكرة كانت أكبر من كده بكتير. الفكرة إنك لما تزوره ما تبقاش مجرد زائر بيتمشى وسط تماثيل، لكن تعيش التجربة دي بنفسك. وزارة السياحة والآثار أطلقت موقع إلكتروني جديد مخصوص للمتحف، بوابة رقمية تفاعلية بتخليك تشوف كل حاجة، من أول رؤية المتحف ورسالته لحد تاريخه وشركائه وكل التجارب اللي جواه. بس الأجمد من كده، المتحف نفسه بقى تجربة تكنولوجية فريدة، جواه هتلاقي متحف أطفال ومركز للتعليم ومركز للفنون والحرف اليدوية، وفي حاجة اسمها تجربة الواقع المختلط اللي بتخليك تشوف الحضارة بعينيك وتعيشها بإيديك. يعني وانت واقف قدام تمثال بتقدر تشوف على شاشة أو من خلال نظارة مخصوصة إزاي كان بيتنحت وإيه قصته وإزاي عاش صاحبه من آلاف السنين. وزير السياحة قالها ببساطة، احنا بنستخدم التكنولوجيا عشان نخلي التاريخ تجربة مش مجرد زيارة. زود على كده كمان إن المتحف بقى منصة تعليمية عالمية، في مركز تعليمي بيطبق فلسفة التعلم بالممارسة والاكتشاف، يعني الأطفال والشباب مش هيسمعوا المعلومة، هيكتشفوها بنفسهم، هيتعلموا ازاي يربطوا ما بين الماضي والحاضر، وازاي كل قطعة أثرية بتحكي فصل من حكاية مصر. وفي متحف الأطفال الموضوع أجمل بكتير، المكان معمول كجنة صغيرة فيها ألعاب وأنشطة علمية وتاريخية بتخلي الطفل يحب الحضارة المصرية وهو لسه صغير. مفيش هنا ممنوع اللمس، بالعكس مكتوب المس وتفاعل، لأن ببساطة اللمسة هي أول خطوة في الفهم،
ولأن المتحف الكبير مش ناسي دوره العلمي، اتعمل فيه أكبر مركز ترميم في الشرق الأوسط، وبيستقبل متدربين من كل الدول العربية علشان يتعلموا أحدث أساليب حفظ وصيانة القطع الأثرية. المتحف بقى مش بس بيعرض التاريخ، ده بيصنع علماء المستقبل اللي هيحافظوا عليه. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى، ده صرح حضاري وثقافي وترفيهي عالمي. الموضوع بدأ في التسعينيات، استغرق سنين طويلة من وضع حجر الأساس سنة 2002 لبناء مركز ترميم ضخم سنة 2006 لغاية ما المبنى اكتمل سنة 2021. والمتحف مساحته أكتر من 300 ألف متر مربع، يعني أكبر من أي متحف في مصر وأكبر من كتير من المتاحف في العالم كله. أما عن اللي جواه بقى فحدث ولا حرج، قاعات عرض ضخمة كل واحدة فيهم أكبر من بعض المتاحف اللي احنا عارفينها، وكمان أماكن للفعاليات الثقافية، السينما، مركز مؤتمرات، متحف أطفال، حدائق، كافيتريات، يعني تجربة كاملة مش مجرد زيارة للآثار. أما عن الهيكل الإداري بتاعه فمش بيضم أي حد، ده بيضم خبراء عالميين، وفي مجلس إدارة بترأسه الوزارة نفسها، وكل واحد عنده دور محدد، من إدارة التراث للتسويق للضيافة للبحث العلمي، يعني كل حاجة محسوبة بدقة علشان المتحف يشتغل كآلة متكاملة. وعلشان العالم كله هيتفرج علينا، تم توقيع عقود لتشغيل خدمات الزائرين بالشركات المصرية والدولية اللي بتضمن جودة وأمان وراحة الزوار. أما عن القطع الأثرية فمش بس المحفوظة، ده كله موثق رقميا، مؤمن ومترمم بأحدث التقنيات. مش هتشوف بس توت عنخ آمون كامل لأول مرة، ده هتشوف مراكب خوفو، عمود النصر للملك مريمبتاح، وكمان مقتنيات من العصر البطلمي والروماني. والجمال الحقيقي بقى إن المتحف الكبير بيحافظ على الماضي وبيعد للمستقبل جديد. اللي هيزور المتحف مش بس هيشوف التاريخ، ده كمان هيعيش التجربة وهيتعلم وهيستكشف بنفسه ويطلع بفهم أعمق للحضارة اللي صنعت مصر. واخيرا اللحظه اللي العالم كله مستنيها، المتحف المصري الكبير قرب يفتح ابوابه رسميا في 1 نوفمبر 2025، وكل اللي اتعمل على مدار عقود، كل التصميمات، كل الترميمات، كل البرامج التعليميه كلها هتتجمع في يوم واحد. الدنيا كلها هتتفرج، سياح من كل انحاء العالم، صحفيين، باحثين، ملوك ورؤساء، الكل مستني يشوف كنوز توت عنخ آمون كامله لاول مره منذ اكتشاف مقبرته في سنه 1922. القطع اللي طول عمرها كانت مقفوله دلوقتي هتتكلم وهتحكي حكايه الفرعون الشاب وتجسد حياة حضارة مصر القديمة، اللي هيخلي أي زائر يقول ده مش مجرد متحف، دي بوابة لعالم تاني. ومش بس كنوز الملوك، ده كمان المتحف بيتفاعل مع كل الناس، الأطفال بيتعلموا ويستكشفوا، أما الطلاب والباحثين بيتدربوا على أحدث طرق صون التراث، والزوار بيتفرجوا على عروض الواقع المختلط وبيحسوا إنهم جزء من القصة نفسها. والدكتور زاهي حواس قالها بالحرف، العالم كله مستني المتحف، ومصر قدمت أعظم إنجاز علمي وحضاري. أنا عايزك بس تتخيل معايا اللحظة دي، أنت واقف قدام المبنى اللي بيطل على الأهرامات، الضوء بيقع على واجهته الزجاجية والكنوز جواه مستنية إن أنت تكتشفها. المتحف المصري الكبير مش بس حدث مصري يا صديقي، ده حدث عالمي، صفحة جديدة في التاريخ، صفحة بتقول مصر ما زالت الحضارة، ومصر لسه حاضرة في قلب العالم. بس كده، اهي سهله اهي. لو حسيت بالعظمه دي ولو حسيت انك فخور انك مصري او حتى عاشق للحضاره دي، ما تنساش تدعم الفيديو ده بلايك وشير كتير عشان توصل القصه دي لكل الناس. ولو اول مره تزورني ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.